اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلمكم الله. ماجورين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مؤمنين الله يخليكم، الله يخليكم شويه، افتحوا المجال، رحم الله والديك. حياكم الله ابو ايمن. افتحوا المجال شويه. افلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني رحم الله والديكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى منها. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 شباب اللهم صل على مصافح داخل الحج. محمد. اللهم صل على محمد. السلام. وعليكم السلام. هاجركم الله. صلوات على محمد وآل محمد. الله من أعادها ثانية. ثالثة على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم. السلام عليكم. أفلح وصل على محمد وآل محمد. الثاني غفر الله لكم. الثالث على حب جناب المولى عيسى حسن قدس السر بأعلى أصواتكم. اللهم صل على يا الله. سلمكم الله. حياكم الله. حياكم الله. مستورين اجركم. جزاكم الله بالخير. سلمكم الله. ماجورين اجركم الله. حفظكم الله. استريح يا مؤمن، استريح استريح يا مؤمن. وهذا الخليل كربلاء. ولا صوت. ها؟ ليش؟ احنا حبيتها بس فوق. بس ان شاء الله ان شاء الله. أهلا سيد، يا هلا معجون ان شاء الله. يا سيد نصير خلاص. حفظكم الله. يا أحمد أبي سلمان والله بالخير. والله أجركم مولانا. أنا ما خليت ساحة شوي. عليكم السلام. واحد ورا الثاني. طيب. يجي من إن شاء الله. إن شاء الله. بس شباب تعال هسه. بارك الله. خلص تروح. اهلا وسهلا.
عمرك الله يسلمك. أهلا معذورين أجركم الله وعليكم السلام. ما بتعب. هذا عمنا مولاي. أكرم والله. هذا كبير عائلتنا. أهلا بمرحبا. الله يطيل في عمرك. مع السلامة. وأنتم كذلك. مع السلامة والعز والكرامة. أفلح من صلوا على محمد وآل محمد. يا جماعة قعدوا شوي خلينا نتهوى. استريحوا جزاكم الله خير. مصورين شباب لا تكسر خاطري. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
فَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من المكذبين. ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا ماكو وقت عندنا. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أحسنت يا أبو شاري. طيب صدق الله العلي العظيم. نشكر الشاب المؤمن عدنان الجدي على هذه التلاوة العطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. سماحة المولى المرجع الديني الكبير الحاج ميرزا عبد الرسول الحائري الأحقاقي، دام ظله العالي، نجل المرجع الديني الكبير الميرزا حسن الحائري الإحقاقي، نعزي صاحب العصر والزمان ونعزيكم أيها الإخوان الكرام والأمة الإسلامية بفقيدنا آية الله العظمى الإمام المصلح الميرزا حسن الحائري الإحقاقي. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر مرجعنا الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي. أما الآن مع الكلمة فيلقيها الحاج علي محمد الجدي، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرجعنا الديني آية الله ميرزا عبد الرسول الأحقاقي الحائري، المشايخ الكرام، آبائي وأخواني المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، وجعل مداد العلماء خير من دماء الشهداء، الذي جعل المعرفة غاية للصنع والإيجاد، وجعل العلم هو الوسيلة للرقي إلى أعلى مدارج الرشاد، وهو الرادع عن الهبوط والهوى إلى حضيض أودية الشرور والفساد، والمنجاة عن أهوال شدائد البرزخ ومثلات يوم المعاد، وجعل حاملها سائسا للعباد ومنارا للبلاد، والصلاة والسلام على علة الوجود والإمكان ونقطة دائرة الأكوان أبي القاسم محمد أشرف الأنبياء وسيد ولد عدنان، وعلى أخيه وصهره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فوارة العلوم وشاد كل فيض من جانب الرحمن، وآله أمناء الملك المنان، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم مصادر الجهل والطغيان. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاة ينعقون مع كل ناعق. لهذا الحديث الشريف الناطق بلسان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام شرحان، أحدهما باطني والآخر ظاهر. من باب الاختصار الإمام سلام الله عليه يقسم الناس إلى ثلاث: عالم رباني. تبصر في قول الإمام عليه السلام وافهم، كأنه الإمام عليه السلام يقول أن العالم الواضع له والجاعل له هو الله سبحانه وتعالى، ويقصد به الإمام من آل محمد. فالجاعل لهم أئمة، والجاعل لهم علماء نصبهم لخلقه هو الله سبحانه وتعالى على لسان نبينا محمد. فكانوا ساداتنا عليهم السلام هم العلماء
ومتعلم على سبيل النجاة. من هم؟ هم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. فأرادوا الأئمة عليهم السلام أن يكونوا شيعتهم متعلمين يمشون على أثرهم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا إن لكل إمام مأموم يقتدي به ويستضيء بنوره. فكأنه الإمام يحثنا أن نمشي على خط آل محمد. فكن تابعا لهم خادما لهم عليهم السلام، تنال شرف الدنيا والآخرة. أما البعيد عليهم فذلك همج رعاع ينعقون مع كل ناعم. أما التفسير الظاهري فعالم رباني هو العالم الذي ينطق عنهم سلام الله عليهم، وهو العلماء المجتهدون. ولكن انظر يا صاحب اللب واعقل، يقول الإمام عليه السلام: عالم رباني. لما لم يقل الإمام عليه السلام عالم رحماني، عالم صمداني؟ لما هذه الكلمة خصها الإمام؟ عالم رباني أي ربى نفسه بتربية الله سبحانه وتعالى. عالم رباني أي تعب على نفسه وربى نفسه تربية متتبعا أثر محمد وآل محمد. فكان من أولئك العلماء الربانيون ذاك العالم الجليل والمرجع الكبير أبونا وسيدنا الأجل آية الله المقدس ميرزا حسن الحائري الأحقاقي قدس الله فكان حقيقة عالم رباني ربى نفسه على خصال محمد وآل محمد. فكان ناطقا عنهم وناشرا لفضائلهم، فخصالة عن نفسي ونيابة عن إدارة الحسينية الهاشمية وعن مسجد مولانا جعفر بن أبي طالب عليه السلام وعن أبناء عمومته آل الجد الكرام وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الناحية من بلدتنا الحبيبة، نرفع إلى مقام مولانا الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف أعظم التعازي بفقد مولانا الأجل الذي أدمى قلب بقية الله في أرضه وسمائه وأبكاه في آلاء ليله وأطراف نهاره، حين يقوم وحين يقعد، حين يصلي ويقنت، حين يركع ويسجد. وإلى مقام مرجعنا آية الله العظمى الحاج ميرزا عبد الرسول الإحقاقي حفظه الله ورعاه، وإلى شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها وسهلها وجبلها، لفقيدنا ومرجعنا المقدس آية الله العظمى ميرزا حسن الحاري قدس الله سره الشريف. حيث اختاره الله في شهر هو أشرف الشهور، شهر تفتح فيه أبواب السماء
وفي يوم ضيافة الحق الحقيق الإمام الرشيد أبا محمد الحسن المجتبى، فأبكي لفقده هو والحمد لله عند ساداتنا عليهم السلام، عند فاطمة الزهراء عليها السلام، ولكن نحن نبكي على أنفسنا. فأبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل أراك يا مولاي في تلك الساعة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة؟ نعم، فقد كان روحي فداه ضاحكا مستبشرا في وجه الجميع، صغيرنا وكبيرنا، وحوائج الخلق لديه مقضية بتسديد من الله سبحانه وتعالى وبرحمة سادات العرب والعجم محمد وآل محمد. دعونا في هذه الليلة المباركة نعرج إلى روحه المقدسة في أعلى عليين لنرى صفاء تلك النفس وتلك الروح. كان كريما جوادا، كان عافيا عن المخطئين كجده أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين في الكوفة، ينطق عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان أحد الحاسدين والمبغضين من أتباع معاوية ابن أبي سفيان أدامه الله في الهاوية، اسمه شبث بن ربعي لعنة الله عليه. بنى منارة في منزله، أمير المؤمنين يؤذن في مسجد الكوفة: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وذاك اللعين يرتقي المنبر وينادي: أشهد أن فلانا باسم الأمير، ولكن لسانه لا يتجرأ على ذلك، إنه كاذب، إنه فاجر والعياذ بالله. وهو في الكوفة جاءوا أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن، إنه عدو لك يشتمك. قال: ألست بناها في بيته؟ المنارة في بيته. فعفى وأصفح. أين شبث بن ربعي؟ في نار جهنم ولعنات الخلق عليه. وأين أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قبة سامية في النجف الأشرف، رزقنا الله وإياكم زيارة. فكان مرجعنا رحمة الله عليه كجده أمير المؤمنين، عافيا عن الناس. أذكر في أحد المرات كنت في خدمته، فكان من الجاحدين والمبغضين قد تكلم عنه روحي فداه، فتذاكرنا هذه المسألة عنده، والجواب: قال ابني، نحن كالنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما يضرنا هذا ولا غيره، إنما هذه كريح تعصف في السحر،
ولكن يمضي والنخلة تبقى بثمارها. عليه السلام. فبعد تحصيله العلم في كربلاء المقدسة ووصوله إلى مراتب الاجتهاد العليا، بدأ حياته الجهادية في رعاية أيتام آل محمد وتشييد حصون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من مساجد وحسينيات في مشارق الأرض ومغاربها. وكان روحي فداه، أينما حل حلت البركة معه. وكانت رعاية مولانا الحجة بن الحسن أرواحنا فداه ملموسة. فهذه كربلاء المقدسة وآذربيجان والإحساء ومشهد المقدسة ودمشق الشام كلها تشهد بجهاد مرجعنا المقدس، وكذلك كويتنا الحبيب. فقد كان ذو وفاء لآل محمد صلوات الله عليه. هو هذا كلامه حينما كان عند مولانا الرضا عليه السلام، فقد عهد عهدا عنده وأوثق موثقا لديه. هو يقول بأبي وأمي وأنتم العروة الوثقى يفوز بها مستمسكوها ونعم العز والشان. هذه من قصيدة مولانا المقدس. وقد وفدت عليكم للسلام ولي فيكم صنوف من الآمال ألوان، فلتسألوا الله تحقيق السعادة لي تفضلا من لدنه وهو منان، وأن يوفقني في بر والدتي ووالدي دون شيء فيه عصيان، وأن أؤدي من مالي ديون أبي جمعا إلى دائنيه حيثما كانوا. نذرا عليه، الكلام من المولى رحمة الله عليه، نذرا عليه وعهد لا رجوع به لكم وذلك تقدير وعرفان. إني سأبقي بعون الله أنشر من أفضالكم ما طوي جهل وأضغان، وسوف أرفع في الآفاق رايتكم شرقا وغربا، ومنها الكون يزدان ليرقم الحق كل المبطلين بما أجليه متضحا ما فيه كتمان. وسوف أخزي أعاديكم وأخذلهم وشأنهم دائما خزي وخسران. ونشهد لك يا مولاي إنك وفيت النذر. فقد كان ذو وفاء لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وناشرا لفضائلهم، ولذلك اختاروه وسددوه كما سددوا الكليم عليه السلام، كما قال الإمام روحي فداه والكليم ألبس حلة الاصطفاء لما علمنا منه وفاء. ونشكر الباري عز وجل أن هيأ لهذه الجماعة المحقة الموالية لمحمد وآل محمد عليهم السلام راع عفيف، وهو مرجعنا آية الله العظمى ميرزا عبد الرسول الإحقاقي الحائري حفظه الله ورعاه. وجعلني من كل شر فداه، وفقه الله لتحمل أعباء المرجعية العظمى. ونسأل الله العلي القدير بحق محمد وآل محمد أن يجعله من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون،
أولئك هم الوارثون. بشهادة الإجازات العلمية المباركة من علماء هذه الأمة وفقهائها، وتيمنا وتبركا نذكر سلسلة من مشايخه الكرام من عصرنا هذا إلى عصر أئمتنا عليهم السلام. لنبدأها بالصلاة على محمد وآل محمد. من إجازة سماحة آية الله المعظم الحاج زين الدين جعفر الزاهدي أستاذ مولانا ومرجعنا آية الله ميرزا عبد الرسول الإحقاقي الحائر إن شاء الله. يقول: ما أرويه عن شيخنا العلامة شيخ الفقهاء والمحدثين مولانا محمد محسن بن علي الرازي الشهير بالشيخ آغا بزرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة وتأليفات الممتعة المنثرة كالشمس في رابعة النهار، وكان عمره رحمه الله تعالى 98 عن شيخه المبرأ من كل عيب وشين الحاج ميرزا حسين النوري. الطبرسي عن العلم التقي الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري. عن النحرير العلامة المولى أحمد بن محمد بن مهدي النراقي. عن أبيه صاحب جامع السعادات. عن آية الله بحر العلوم السيد مهدي ابن مرتضى الطبطبائي البرجودي. عن شيخه علم التوحيد أستاذه الأكبر آقا محمد باقر ابن محمد أكمل البهبهاني. عن والده المعظم وأستاذه المكرم مولانا محمد أكمل الأصفهاني، إلى أن يصل إلى العلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلس الأصفهاني، إلى أن يصل السند كبير وكثير إلى عصر أئمتنا عليهم السلام. عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان البغدادي. عن الشيخ الأمجد والمحدث الأكبر أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق. عن أبيه قدس سرهما عن سعد بن عبد الله الأشعري. عن محمد بن عيسى عن بن عبيد الله اليقطيني. عن يونس بن عبد الرحمن. عن الحسن بن زياد العطار. عن سعد بن ضريف. عن الأصبغ بن نباته قال أمير المؤمنين. هذه الرواية أول سندها مولانا ميرزا عبد الرسول حفظه الله إلى الراوي الذي سمع الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. يعني إذا يوم من الأيام نطق مولانا على المنبر أو حدثنا في رواية عنهم عليهم السلام، إنما ينقل عن أساتذته ومشايخه إلى أن يصل إلى الأئمة عليهم السلام. فهنيئا لنا بهذا العالم المبارك. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، افهم وافتح سمعك إلى هذه الرواية وافتح قلبك. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عن الله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنة، وهو أنيس الوحشة وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلاء، ويرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم،
وترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلتهم يمسحونهم إن شاء الله، وترغب الملائكة في خلتهم يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ونور الأبصار من العمى، وقوة الأبدان من الضعف. ينزل الله حامله منازل الأبرار ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا وبالآخرة. وبالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. والعلم إمام العقل، والعقل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فالحمد لله على ما أنعم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أي ربي لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب أو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة، لأن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت. نشكر الله عز وجل أن وفقنا لإتمام العهد والميثاق بسيدي ميرزا عبد الرسول الأحقاقي حفظه الله، ونحن له جنود مجندة في خدمة محمد وآل محمد. وتحت راية مولانا الحجة بن الحسن، ونحمد الله على هذا التوفيق الذي وفقنا الله به، وبتسديد من مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف، وبرعاية مرجعنا الديني آية الله خادم الشريعة القراء ميرزا عبد الرسول الأحقاقي الحائري. ونشكر اللجنة الهيئة التي عملت في هذه الأيام الطوال على تأبين مرجعنا الديني، وفقهم الله لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته ويعفو عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الحاج علي الجدي على هذه الكلمة الطيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدماء الشهداء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. أما الآن مع القصيدة للشاب المؤمن هاشم الجدي، فليتفضل بإلقائها محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقدت الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي عالم كبير كرس حياته لخدمة الدين الحنيف، على صاحبه أزكى وأطيب التسليم. وبهذه المناسبة نرفع إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مقام العلماء الأعلام، لا سيما المرجع الديني آية الله المعظم خادم الشريعة ميرزا عبد الرسول الحائري الأحقاقي دام ظله العالي.
نجل المرجع الراحل الميرزا حسن الإحقاقي، ونسأل الله أن يوفقه ويسدد خطاه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه قصيدة جاءت من الأحساء للأخ عادل أحمد الجدي، كتبها مشكورا ونحن نلقيها نيابة عنه. يقال صناديد من العرب يفتخر بهم ولهم ينسب القول والحكم، فمن أين جاء الدهر في طياته بأن فئات العرب تسمو على العجم؟ فهذا رسول الله جاء مبشرا لكل فئات الناس من سالف القدم، وقال بأن الله ميزكم على جميع فئات الخلق بالعقل والفهم، وقد فضل الله التقي على الذي يسير بجهل دون علم ولا قيم. فحقا كما قال النبي وما روى بأن الذي يسعى سيرزق بالنعم، وما قاله الباري قديما فقد جرى لكل كريم فاق بالعلم والهمم. أطع يا عبدي سوف ترى جميلا تكن مثلي وتقضي بالناس والأمم، فحقا ذاك مرجعنا المكنى بالإحقاق، أكرم به من بيت الكرم. كريم الأصل مضمونا ومعنى، من أهل جود رزقوا العلم والقلم، لجنات العلا شقوا طريقا منيرا زاهرا بالزهد والجود والشيم، بذلوا كل باهظ ونفيس كي يظل الدين في أعلى القمم. ملأوا الدنيا بخير وافر من بيوت الله والحق ارتسم، لكن الأقدار تمضي دون ما تشتهي النفس وتختار الأمم. فلقد كان كريما بيننا ومضى نحو كريم لا يذم، ثلم الدين بفقد الحائر، أي حزن سيل الأدم عدم. فلنعزي صاحب العصر به، فهو من كان له عونا وكم، ونعزي نجله الزاكي على ما أصاب الدين من هم وغم. نسأل الله بأن يلهمنا معكم صبرا وسلوانا أجم، سيما مرجعنا عبد الرسول، نسأل الباري له نصرا أعم. وختاما نسأل الله بأن ينصر الدين بأصحاب الهمم بظهور الحجة الباقي، لكي ينشر العدل ويردي من ظلم. فله منا سلاما وعلى جده المختار صلوا يا أمم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشاب المؤمن هاشم الجدي على هذه القصيدة الغراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: خير سليمان بن داود عليه السلام بين العلم والملك والمال، فاختار العلم، فأعطي المال والملك معا. صلوا على محمد وآل محمد. أقول إن الإمام المرجع الديني المصلح العبد الصالح لم يمت، ولكن انتقل من هذه الدار الفانية إلى دار الآخرة الباقية، وهو يعيش مع من كان يخدمهم ويحبهم. كان يحبهم حبا جما، كان دائما يبكي إذا ذكر اسم الزهراء سلام الله عليها، يبكي بكاء مريرا. يا مولاي يا ميرزا حسن الحائر الإحقاقي، هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك. نحن نعزي هذا الابن البار الذي علمته وعلمته والآن يعيش بيننا، فنحن ننظر إليه ونقول: إنك لم تمت، إنك لم تمت،
إنك لم تمت. أما الآن مع الأخ المؤمن صلاح الرمضان ليلغي علينا ما عنده من أبيات شعرية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبعث آيات التعازي إلى سيدنا إمام العصر والزمان الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه، وإلى مقام نائبه بالحق المرجع الديني المعظم الميرزا عبد الرسول حفظه الله وأطال الله في عمره، لفقد أبينا وقدوتنا ووالدنا الإمام المصلح المرجع الديني المعظم سيدي ومولاي الميرزا حسن قدس الله سره. وأنا أدري أن هذه الكلمة تقطع قلوب المؤمنين، قدس الله سره. أملاك السماء هذه الليلة، المؤمنين، المؤمنات، البحار، الأنهار، الأشجار كلها تنادي راح 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 الأبراح راح الأبراح. بك تون وياي هذا الميرزا حسن، هذا مو رجل عادي، هذا ذكر الله، ذكر الله، هذا الذي أحيا مقامات آل محمد سلام الله عليهم. راح راح الأبراح راح أحد المؤمنين رأى سيدي ومولاي الميرزا حسن في المنام وهو مستبشرا ضاحكا، قال له سيدي ومولاي ما هذا السبب لهذه الضحكة والبشرى؟ ايش قال له ميرزا حسن؟ قال له شلون انا مو فرحان وبصحبة الامام الرضا سلام الله عليه، الامام الرضا وياي شلون ما يفرح؟ راح الاب الحنون، راح أبتا أهو حق أن تنادي بالرحيل، والبرايا تبقى بعدك من غير دليل. أبتا يا ابن خير المرسلين كيف ننساك وفي القلب دفين. جامع يا من كنت للأخلاق والعدل، جامع يا من كنت الكل ناس على الحب، جامع بعدك يا ابويا شلون، بعدك يا ابويا شلون ادخل الجامع، جامع الامام الصادق، بعدك يا ابويا
شلون ادخل الجامع وشخصك يا ابن موسى، اللهم صل على محمد، وشخصك يا ابن موسى غايب علي. 16 رمضان دين الله انفجع بيك، صوتك 16 رمضان دين الله انفجع بيك، وكل من يحب شخصك وذوب ظل ينادي، حتى المنارة من الحزن باللوعة تشكي، يل كنت رحمة لليتامى تستظل فيك. شلون أعيش العمر بويا بليا، وجهك ينفس كل كدار من انظر المحيا، حتى البتول ام الحسن بالحزن تنعاه، والدين تشتت من بعد فقدك وفرقه. راح الابو يا ناس ومن اين جيبه، مرزا حسن راح، مرزا حسن راح والله مصيبه. صوتك ولجلك يا ابن موسى صرخت كل المحبين. بعدك يا نور العين، بعدك يا نور العين طاح ركن الدين، بعدك يا نور العين راح ركني دين. منذ 20 سنة أختتم هذه الأبيات، منذ 20 سنة وأبي كان واقف على المنبر الحسيني وأمامه الميرزا حسن، وقد بايعه بقصيدة مطلعها باسمك يرفرف بيرق الشيخية، باسمك، هذا الوالد يقول باسمك يرفرف بيرق الشيخية. أنا أقول حق سيدي ومولاي وأجدد بيعته في هذه الليلة. بايعناك يا مولانا، بايعناك تابعناك وطول العمر كنا وياك، تابعناك وطول العمر كنا وياك، بايعناك والباري علينا يشهد، بايعناك يا ابن الطاهر يا مسدد. يا مولاي اسمك بقلبي مخلد، يا مولاي اسمك بقلبي مخلد، بايعناك وطول العمر كنا وياك، بايعناك وطول العمر كنا وياك، توجناك بتاج البيعة، توجناك بتاج البيعة، توجناك بايعناك. والله يعلم بنيتنا يا ابن المصلح تبقى مصدر كل عزتنا، بايعناك يا ابن المصلح تبقى مصدر كل عزتنا، حبيناك
حبيناك وحبك يجري بمهجتنا، عاهدناك على الفطرة لينا كالوالي، عاهدناك على الفطرة لينا كالوالي، وديناك وانت علينا هبد غالي، والله غالي، وديناك وانت علينا بد غالي، يا مولاي يا مصدر كل الآمال، عشقناك ولينا يقر لسان الحال، شقول بايعناك يا مولانا بايعناك. سامحوني يا مؤمن هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الشاب المؤمن صلاح الرمضان على ما أتحفنا به من أبيات شعرية، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويجعله من المؤمنين الصالحين. صلوا على محمد وآل محمد. نعزي صاحب الأمر صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية والمرجع الديني الميرزا عبد الرسول الحائري الأحقاقي بفقد علم من أعلام الشيعة رئيس المجلس الشيعي في لبنان محمد مهدي شمس الدين، وأن جناب المولى قدس الله سره أرسل وفد من هيئة المساجد إلى لبنان الشقيق ليقدموا التعازي في لبنان، وسيكون الدفن غدا يوم الجمعة إن شاء الله. وأن المولى كلف في مراسيم التشييع والدفن والتي ستقام غدا إن شاء الله، كما أن العزاء مستمر. مجالس الفاتحة على روح مرجعنا الديني الكبير مستمرة ابتداء من الليلة القادمة. ستبدأ المجالس المسائية بمنزل الحاج جواد العطية بمنطقة الجابرية قطعة 10 شارع 12 منزل 7. أما الآن مع التثويبة فليتفضل كاظم الجدي بإلقائها، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل اللهم الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك. اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل،
وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. نشكر الشاب المؤمن كاظم الجدي. والآن الحسينية الهاشمية تدعوكم إلى وجبة العشاء على روح فقيدنا آية الله العظمى الحاج ميرزا حسن الحائري الأحقاقي. تفضلوا. الله عليكم. في بالحوش يا جماعة في مكان. تفضلوا.